المغرب يقدم درسا جديدا للجزائر. التفاصيل: في الوقت الذي بلغ الحقد والكراهية بجنرالة الجارة الجزائر مستويات مرضية دفعتهم إلى تحريم ذكر اسم المغرب في الإعلام الرسمي، يواصل المغرب سياسة اليد الممدودة بدون عقد ولا حسابات سياسية، خصوصا حين يتعلق الأمر بتظاهرات رياضية. وفي ظل هذه الأجواء المشحونة سياسيا، سمحت السلطات المغربية برفع العلم الجزائري في قلب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء على هامش المباراة التي تجمع بين شبيبة القبائل والوداد البيضاوي. وبرهنت السلطات المغربية بهذا السلوك الراقي مجددا على أن المغرب يفرق بين الأمور السياسية والرياضية، وسعيا إلى تغذية روابط الأخوة والمودة مع أبناء الشعب الجزائري، خلافا لنظام العسكر الذي لم يعد يطيق حتى سماع اسم المروك. فمتى يفهم جيراننا أن كرة القدم والرياضة عموما غايتها نشر قيم المحبة والإخاء والتقارب، وليس بالتبادر الخلاف والشقاق والتفرقة. وكانت السلطات الجزائرية خلافا لمقتضيات البروتوكول المعمول به في المباريات الدولية سواء بين المنتخبات أو الأندية قد رفضت مؤخرا رفع العلم المغرب إلى جانب علم بلادها وعلم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف خلال مباراة أقيمت في الجزائر.